السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل اللوبيا الناشفة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معنا معلقتين سمنة، هننزل عليهم باللحمة نشوحها فيها الأول، نقلب اللحمة على الوشين كده نديها تشويحة كده. خلاص انا هغير قلبتها على الوش التاني. هننزل بقى بالبصل، هنكون مقطعين بصلايه قطع صغيره ننزل بيها عليها بعد ما شوحناها كده في باللحمه في السمنه. نقلبها على تقليبه واحده بس كده، وننزل عليها بعصير الطماطم. هنا الطماطم بعد ما اتسبكت معايا هنزودها ميه عشان اللحمه تستوي، ونسيبها بقى على جنب تستوي براحتها. بعد ما تتسبك نزودها شويه ميه. هنا معانا لوبيا مغسوله ومنقوعه، ربع كيلو لوبيا مغسوله ومنقوعه قبلها بساعتين. بعد كده معانا ميه مغليه، اول ما الميه تغلي ننزل عليها باللوبيا. هنا استوت معانا اهيت، هنصفيها بقى من الميه. اول ما نتك عليها كده نلاقيها استوت معانا نصفيها من الميه. هنا بقى نسيبها على جنب اما اللحمه تستوي. هنا اللحمه استوت معانا اهيت، هننزل عليها باللوبيا. ما نحطش اللوبيا الا لما تكون اللحمه استوت، عشان هي يا دوبك هتاخد غلوه واحده في الطماطم وهنطفي عليها. هنقلبها بقى كده ونحط عليها الملح والفلفل الاسمر عشان انا نسيت اصور الحته دي. نقلبها فيها ونحط عليها شويه ملح وفلفل اسود ونغطيها بقى يا دوبك غلوه واحده كده ونطفي عليها النار. هنا استوت معانا. يا ريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يا ريت متنسوش تعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم ونستمر معاكم اكتر واكتر.